اليوم رح ابني ملجأ نووي سري تحت ارض بيتنا، في كل شيء بتحتاجوه من بلاي ستيشن لاكل لقاعدة شاشة. رح استخدم فيه اقوى اساليب البناء لاتحدى في بابا انه مستحيل نلاقيه بنهاية الفيديو، لأن قبل 4 شهور تحديدا بيوم دافي بشهر 8 كنت عم احكي مع بابا مكالمة فيديو عادي مثل اي بني ادم طبيعي، لحد ما نجيب سيرة الغرفة السرية السابقة. شلون الغرفة السرية معك مروقة؟ بس ما عدت عم تقدر تعملها ثاني مرة، تقدر تعملها. وبيبدأ يستهزأ ويتحداني اني ما رح اقدر ابني غرفة سرية جديدة ببيته، فمباشرة بفوت البيت اقطع التيكت الي ولا، وبعد كم يوم ببدأ ضب الاغراض اللي اشتريتها للغرفة وببدأ اوصي على اغراض اشتريتها للغرفة السرية، وبعد يومين الشناتي كلها بتجهز وبننطلق على المطار متوجهين على سوريا. يا جماعة هلا وصلنا على سوريا، تمام؟ خبرنا شو بدك تعمل هلا هوني؟ اسمع بابا اسمع، نعم. هلا انا بدي اروح اعمل غرفة سرية، تمام؟ نعم. قديش معي وقت؟ بدي تخبرني قديش معي وقت؟ انا رح هلا اقعد لي هوني مش اقل من 20 يوم بابا، لانه في عندي شوية شغل، بس بديش انك تستغل الفترة هاي وتعمل شيء تروح تكسر وتخرب وتحفر وهذا. اوعى لا اوعى، بدي ازعجك اذا بدك تعمل شيء. بس حسيته هالمرة كثير ماخذ الموضوع جدي، وعن جد لو كسرت القواعد تبعه رح يصير شيء ما رح يحصل. والله وين ما بتحطها رح يا أشوفها. سيدي ما عاد لغي، بكره بتشوف. بكره حنطلق يا جماعة بيت القرية، يلا بينا. مستحيل تلاقيها، مستحيل تلاقيها، مستحيل تلاقيها. فاول شيء كان لازم سويه اني لاقي المكان اللي رح ابني فيه. وصلنا يا جماعة، هلا رحنا على البيت، هلا ندور على الغرفة من نعملها، فيلا خلينا ندخل. فيا يزن، وين يزن؟ فقسمت مهمة البحث على يزن وهاشم وانا، حشوف هون اذا في بالبيت. هون في غرفة اختي يا جماعة، ما حطلع ظابطة. وبدأت انا بالطابق اللي ساكنين فيه بس ما لقيت. الحمامات صراحة ما حتزبط، فبيت اهلي ما حتزبط، حتى حينكشف. هون مطبخ، ما كمان ما في اي شيء. هون ما في شيء ظابط. هلا انا ما لقيت تحت، دورت ما لقيت تحت. عم دور لاقي، بلكي لاقي اي شيء هون. ما هون ما حتزبط ابدا. رجعت طلعت للثاني على المكان اللي بصور فيه انا، هون ما حتزبط كمان، لانه نضيف اي شيء الى فحيبين اي غرفتي. خليني اشوف هون غرفتي ما فيها اي شيء ابدا. تعالوا نشوف البرندة. والله يا جماعة ما المشكلة، ما في اماكن. وكمان ما لقيت. بعديها للسطح وكمان والله بتزبط على فكرة. تعال هي نفس ما في شيء. على السطح ما بعتقد في مكان. فنزلت على الطابق الارضي، فتلت حوالين البيت. هاي الغرفة القديمة يا جماعة، بتتذكروها؟ تعال شوف بعدها ولا؟ قفلها. الله بابا. هون ورا البيت. هون طلعت برا البيت، أنا هيك طلعت من تحدي، أنا خبرت لبابا جوا البيت. طلعت على المدخل وما في اي مكان مناسب طبقا للقواعد، بدون تكسير وحفر ويكون بالبيت. هاشم ما في شي مكان، ما بتعرف ما لقيت انت شي مكان؟ لا. هون شفتوا؟ لا. فالفكرة بيناتنا شبه ماتت. ايوه خلاص لغيتي، انا ما عم نسوي. طيب ما حدنا نلعب، وكان بقول مو قد تحدي. ان شاء الله ما تلغي الفكرة، ان شاء الله ان شاء الله ما تلغي الفكرة. بس ما يأست. يا جماعة بعد ما فتنا البيت كله حرفيا ما عاد لقيت انا اي شيء. بعدين رحت على الكراج لشوف شو في. الحمام كمان ما حتزبط اكيد يعني. يا جماعة البيت كله ما في اي شيء، شو بسوي بحالي انا؟ يعني وين بس قولوا لي وين بدي اسويها؟ وين بسويها؟ تحت الارض يعني؟ تحت الارض؟ وهون بتلمع فكرة براسي كون كسرت فيها الوعد مع بابا والقواعد. استنى. يا جماعة ممكن اني مثلا اسويها هون او اسويها هون. اخيرا يا جماعة والله مبسوط انه لقيت مكان، واخيرا تحت الارض. حمار فضحتنا، في وضاح. بس ورا هي الفرحة كان في خوف من اخي الكبير وضاح اللي اجى معي انه يفسد، لانه هو كثير فساد، مش لهي الدرجة بس انه فثاني يوم مباشرة بيوصل مهران واخوه عند وجه الصبح وبيبلشوا حفر بالارض بدون ما يطلعوا اي صوت. اعطيكم الف عافية، الله يسعدك حبيبي، والله حبيبي. فبيخلصوا اليوم الاول الثاني بس بيوقف. مرحبا شباب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ شو طمنوني؟ والله صخر يا مستحيل نقدر نحفر فيها ابدا. فحكيت مع الحفارة يا جماعة امبارح، تمام؟ بعد ما خبروني الشباب انه بدها حفارة، خبرتني انه رح تجي اليوم الصبح وبتجيب كمان حداد يشيل الحديدة، في حديدة. واول ما يجي الحداد وضاح بيكتشفني. طلع يا جماعة، طلع.
والله لا خبره بتعمل غرفه سريه. اسمع فوت خليه يكمل شغل بس. طيب فوت جوا لا ليه فوت شوي لجوا. والله لا خبره والله. من هون يلا اطلع لبرا. بدي اخرب البيت كرمال الغرفه السريه. خليه يخلص بس ونكمل الوضع. طيب كيف شغلك؟ نرجع نحكي الموضوع لا تخبر هلا. الحمد لله هدي شوي. نروح نشوف وين صار الحداد. ورسميا يا جماعه شلنا العمود مثل ما انتم شايفين، العمود خالص. يلا وضح وين رايح تروح؟ رايح مشوار. ديروا بالكم على العابس فيها. يلا ماشي يلا روح بس ما كان عارف انه اليوم اللي راح يروح فيه لعند ابن عمه جاي الحفاره فيه. طلع بالحفاره يا جماعه، فكرها مش لعنا جاي. والله لا جننوا. شوفوا قوة انتوا هذا اللي تركز مع اخواتي. يعطيك العافية حبيبي. والحمد لله راحت قبل ما يجي. واخيرا يا جماعه خلصت الحفره، واخيرا الحمد لله انه ما اجى وضاح. مين؟ يا رب بس اعتبره وضاح حصان، نسبة 90% راح يلاحظ التراب بس يجي. واللي صار هذا الشيء. انا راح هسه اخبر بابا. طفي الكاميرا يا زلمه نلعب. راح خبره هذا اكل هوا اسمه. لا وضاح لا رجاء. يعني وضاح لا يا وضاح. معك نصيب. ليك لا تخبر. اسمع هو بس بدي احفر انا بالاخر عم بعمل غرفه سريه. جاي لي خبر تحدث فيها ابوك. خبره ولا لا؟ ان شاء الله ما راح اخبر. وعد. فخبرته الحقيقة وحسيته انه ما عاد راح يفسد. يا جماعة هلا وضح بالغرفة الثانية، رح احكي مشان الموضوع. شو بدك تحكي لبابا ولا لا؟ والله ما بعرف. على حسب الشغل اللي انت اشتغلته يعني. لا بالله عليك شو بدك تحكي له ولا لا؟ خلصني. ايوه شوف. انا مسافر ماشي. مسافر خلاص ما عادش ضرب منك لابوك تصطفل بالغرفة السرية. خبر خبص تصطفل حفر كسر البيت. الان انتوا الغرفة السرية تصطفل منك لابوك. انا ما عاد لي علاقة بشيء. بس لا تخبره. ما راح اخبره. حل عنه بس لا تخبره ماشي؟ يلا روح. حلت المشكلة. كمل الغرفة وانا مرتاح واخيرا. يلا خيو اتكل على الله. شايف انا رايح. حنودع يا جماعة، نروح نودع وضاح تمام؟ من الشام حيطلعوا دبي سلام يا شباب. حبيب القلب. ومباشرة اليوم اللي بعده كونه خلصت من وضاح بدأنا بمرحلة تصميم هيكل الغرفة بإنه نلفها حجار. عادي بتعرف شو. يعطيك العافية يا عم. مثل ما انتم شايفين يا جماعة تقريبا صارت خالصة. خلصوا العمال من المرحلة الأولى واللي هي إنه ظبطنا الغرفة. شايفين كيف؟ بس مبدئيا هذا هيكل الغرفة خلصنا. يا جماعة اجت هلا السيارة. بس بيعرف بابا شو عم بعمل هون. والمساء انطلقت انزل جيب اغراض البناء مشان نبدأ بالبناء مباشرة. وصلنا يا جماعة. كيف الشباب؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ منيح؟ البناء يا جماعة مثل ما انتم شايفين خالصة هلا. وصلنا يا جماعة على البيت. مشكور عم ابو دريد ما قصرت. ان شاء الله قربت تخلص. ولكن للأسف ما في شي بتم. صباح الخير يا جماعة، كيفكن؟ هلق فقت على خبر. هلق مضطر اطلع على دبي واترك كل شيء عم بيشتغلوا حاليا. خليني افرجيكم وصلنا بالغرفة. شايفين جبنا الاغراض امبارح. رح خلي يا جماعة العمال يشتغلوا فيها، ما حوقفها ابدا. بس المشكلة انه ما عاد حاقدر اصور لكم، هي المشكلة. واخي اشم يا جماعة راح على المدينة هلق مشان يكمل دراسته، مش حضل غير انا هلق. فيلا يا جماعة بكرة الصبح منطلقين على دبي. هلا يا جماعة صرت جاهز لاني سافر تمام. هاي البيت يا جماعة كله فاضي تمام. هلا حننطلق نروح نسافر ان شاء الله. بس اهلي ما يجوا. بدي نودع البيت. يلا بينا هلا يا جماعة ننطلق. وحضرت الايفنت. جماعة مثل ما انتم شايفين هذا هو الايفنت تمام.
طبعا يا جماعة للأسف تأخرت ما يقارب ال10 أيام وأهلي عرفوا إنه أنا بدبي، بس أنا ما كنت موقف، كنت عم خلي العمال هنيك يشتغلوا. هذا تصوير العمال والله مش تصويري. جماعة على المطار تمام، طبيت الأغراض كلها ورا. حلو. وأخيرا بعد 10 أيام رجعت على سوريا. وكانوا بهال10 أيام خلصين صب الأرض وبناء الحيطان. تمام مثل ما انتم شايفين هي المرحلة كيف صارت. فبدأنا نصب السقف ثاني يوم بأسرع وقت، لأن بأي لحظة كان ممكن تمطر ويخرب كل شيء. بس الحمد لله لحقنا. هلا هيك تقريبا تمام مو؟ خالصين. خلصنا يا جماعة هلا الوضع تمام. هلا يا جماعة صار المساء تقريبا والدنيا مطر وضباب، لازم نكملها الغرفة الآن صراحة. جو كثير برد، حتى حتطول لتنشف، يعني حتاخذ وقت. هي يا جماعة بدها وقت لتنشف المشكلة يعني كثير مطر وبرد كثير برد كثير. وبعد ما يقارب ال3 أيام الدنيا كلها نشفت. صباح الخير يا جماعة، اليوم راح نفك الخشب عن السقف مشان يصير جاهز. وهي يا جماعة الغرفة بعد ما شلنا الخشب تمام. تعالوا ننزل، بدي انزل انا لتحت. نازلين. يا إلهي يا إلهي يا جماعة، شايفين؟ حرفيا هلا نحن رسميا تحت الأرض. وظل علي اطمره وركب الباب وبصير وضعي بالسليم، في حال اجى بابا بأي ساعة. حجيب يا جماعة حدا يشتغلها لأنه مبين الموضوع كتير صعب. 3 2 1. وهيك يا جماعة دمنا حواليها مثل ما انتم شايفين. بدي اخذ رأي عفسي. هذا اخوكم عفسي المحترم. اعطيه رأيك بالغرفة، شو رأيك فيها؟ اعطيه رأيك، اعترف. فذقت هذا اليوم مباشرة ادهن الغرفة. هلا بدي احمد خلطة مع الحيط عشان يطلع الحيط فخم في السلاح. شايفين كيف عملتها هيك؟ بعد ما خلصنا دهان جبت الإضاءات والأغراض من شان ركبهم بالغرفة. الله يوفقك. كسرت؟ لا. حركب يا جماعة هي اللذة. وبعديها اجى الباب وركبنا. هي يا جماعة ركبها. مثل ما انتم شايفين يا جماعة ركبت هلا اللذة وركبت هدول. يلا خلينا نروح ننام هلا. ملجأ نووي. واليوم اللي بعده مباشرة بلشت نزل الأثاث وضبط الديكور. اعطيني ساعة تفك هي. والله صار وندمر الأرض قبل ما تمطر. الوحش هاشم يا شباب. ارلوند شوف لا مش برا ايه ملاكم بالطيزة يعني. بنفس اليوم بالليل بيجيني تليفون دمر كل شيء. بابا الو بابا، شو اخبارك؟ هلا منيح منيح الحمد لله، كله تمام هذه الى قريب الشهر ونص. ما والله يا بابا ما علي بي انا بدي اطلع بلد ليه؟ اكثر شيء لحد اليومين، انا كنت بدي اروح بكره. طيب ماشي يلا ماشي. بدك شيء؟ بدي سلامتك. الله معك، مع السلامه. سلم بقى الله معك. يا جماعة بابا ما بعرف بده يجي اليوم، انا مش عارف شو بعمل بحالي صراحة. ففقت اليوم اللي بعده بدون أي تفكير كمل تضبيط الأثاث ونرجع العمود اللي كان. اخذها هي وبخها. وندمج الأرض اللي هو أهم شيء.
يا جماعة هلق مثل ما انتم شايفين عم بشتغل فيها انا وماما. فهي هي الكنباي سويناها. هون السجادة ركبت هذول. راح اروح نام عن اسبوع خير وبكره الصبح حنكمل الوضع. واجا اليوم اللي تقريبا راح خلصها الغرفة واللي بعتقد راح يجي فيه بابا. اول شيء رح اسويه هلق اني بخ الطاولة قبل ما تمطر الدنيا. هلق بدي اروح بخ الباب. معي حبخ على لون التراب الباب. يا جماعة يعني كونه بابا ما حيجي اليوم. مشت ليك موف. حاول لا تخليه يطلع ما تخليه. هلا بابا كيفك؟ شو رح واخد؟ بديش نوصل لانه مرضان لانه مقرب. هلا شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. شلونك بابا؟ شو اخبارك؟ كيف شلونك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله كله تمام. اخبارك شو اخبارك؟ حاول غطيها. شو بروح زينكو يا عمارتي زينكو. طيب هذا شو وين بنيها غرفتي؟ لا ولا راح اتحداك بكره بعندك وين بني تعرف بس بنيها بمكان مستحيل. البيت بيت يا حبيبي. بس صدمتني والله بهالشيء على اساس عم ظبط فيها بركي. ما عادش في اجى الشتاء بيو. طيب بجيب لك بيجامه. بدك بيجامه؟ يلا جيب البيجامه. بدي احاول هلا اني الهي بابا ليصير بالليل لان طلع لبرا حينكشف. شايفين الباب؟ مبين الباب. فلازم هلق يا جماعه ما اخلي بابا يطلع برا البيت ليصير بالليل. صباح الخير يا جماعه. هلق الساعه تقريبا 8 الصبح. تمام. بابا مش طالع برا البيت. هلق بابا شو نايم بعده. يا جماعه هلق بخيت الباب كله تقريبا. تمام. لحد ما بيقرر يطلع يجيب خبز. معكم راح بابا حبلش ادمن الغرفه. جماعة شو بابا جيت؟ كيفك منيح؟ الحمد لله تمام. شو عم تعمل؟ شو عم تشتغل؟ عم تظبط بالغرفة. اسمح لك وين؟ عمل لي اياها بمكان بدي انزعج منه انا هيك. لا لا والله. مكان خليك عم تطلع بالكاميرا، لا تطلع باي شيء عشان تطلع اللقطه حلوه. طلع بالكاميرا. ايوه ان شاء الله. واول ما يفوت البيت ببدا دخل الاثاث الكبير بسرعه. اعطينا تحيه. بعدين اني ادمج الباب بالارض قدر الامكان. تقريبا ان شاء الله. حبيبيك. نعم بابا. شو عم تعمل؟ بدور على كرت تصوير. شفت لي شي كرت تصوير؟ لا والله شفت لك ولا شيء. وين ضيعته؟ ما كنت عم بدور هنيك دورت هنيك شفت هنيك. يا جماعة الحمد لله بابا رجع فات لجوا على البيت. شوي كنت حنلقط انا بس الحمد لله انه لحقت ادمنها. الحمد لله يا رب. انا ومهران يا جماعه كنا بدنا ندمج الباب على الاخير مشان اذا طلع بابا باي لحظه ما يشوف شيء. بلاي ستيشن والشاشة. بابا شو عم تشتغل انت؟ انت بتخلص؟ يعني بدي شيء ربع ساعه نص ساعه. اوكي ماشي. يلا يعطيك العافية. مباشره بعديها دخلت البلاي ستيشن والشاشه. الباب مفتوح. اذا طلع حلق عروق من اللقط. مين؟ كان في حدا؟ مثل ما انتم شايفين ضبطت الوضع. ضل احط شوية شيبس وبسكوت هلق. ما عجبتش بس هلق. هذا هو.
هيك يا جماعة تقريبا حطيت هون الشبسات والاغراض. هلا خشنا الله سكر علي تمام، ياخذ نفس قبل ما نحط بالغرفة. بلشت اتوتر يا جماعة، اخي اشمع بيدمن هون. مجد بدي نروح نادي بابا، بدك شيء؟ يلا روح روح. يا جماعة انا هون خبيته المجد. وبدأ البحث مع بابا. خلينا نطلع الطابق الثاني نشوف، بلش فيها من فوق. انتقل أول شيء للطابق الثاني لأنه بيعرف الطابق اللي نحن فيه مستحيل ابني فيه. هون ما في شيء، بس كيف ما في شيء. هون ما في شيء. تعال دور ودور ودور بس ما لاقى. هلا يا جماعة مثل ما شايفين هذا هو الوضع. شغل البلاي ستيشن العب ناكله، يلا بينا قعد نلعب. بعديها طلع للسطح ودور بكل زاوية وبكل مكان. ضوي لي هون على السطح اول شيء. بس يا جماعة نفسي اعرف انا وين صار. انا بلعب كل فيديوتي هلا العب زومبي، ما بتلعب زومبي انتو خبروني. ضوي هون. ضوي هون. ضوي لشوف. هون ما لقينا شيء كمان. حتى طلع على الخزانات بس كمان ما لاقى. بعديها توجه للطابق الأرضي وراح على الغرفة السرية القديمة. ضوي لشوف. خلينا نلعب زومبي، خلينا نلعب زومبي، تعال العب زومبي. شو هون ما في. رجع لورا البيت، ضوي. مش معقول. دخل على بيت المستودع جنب الجيران. ضوي لشوف. هون هيك. ما في. تخيلوا انه كان عم يمشي وعم يشوف بالارض كمان. شو عليك، شو بعث لي هاشم هلا؟ قال لي انتبه بابا قرب يوصل لك، الله يستر بس. رجع طلع من المدخل السفلي ومشي لعند الكراج وين احمله؟ وفتحه. ضوي هون. شو عاملة؟ ما في. وبعديها طلع منه وفات من المدخل الرئيسي. ضوي لي هون كله عامل شيء هون. المدخل. عم تضحك علي؟ هي ما في شيء هون. ما في شيء. وقرب على الغرفة كتير. ضوي. ضوي لعب الحمام بس فات شوف. نعملها هون. في شي باب هون. وين عملها؟ وين عملها؟ وين عملها؟ مش معقولة. مش معقول. وين عملها؟ وين عملها انتو خيا؟ شو بك عم تضحكوا علي انتو؟ ما في هيك. وبس استفلس راح الطابق اللي ساكنين فيه وما لاقى. بكره الصباح رباح. روح. طفيت الأضوية يا جماعة هلا فوقي، وطفيت البلاي ستيشن والشاشة لأن صراحة مليت من الألعاب الجيمنج يعني. حنام هلا يا والله يا بابا، على التحدي على التحدي بس. وبدأ يبحث من جديد بنفس الكرة. شفنا هون ما في شيء. بكي هون في شيء. مش على كيفك. لا على كيفك ولا على كيف خيك. يا جماعة هلا فقت من النوم، صراحة مش أفضل شيء النوم لحالكم بهيك غرفة. أول شيء برد شوي، ثاني شيء لحالكم مو حلو الشعور، يعني لا تفكروا إنه كان في إذا كان عندكم بلاي ستيشن وكل شيء بتحبوا بتاكلوا وكذا إنه حتكونوا مستمتعين. بس راح ألعب عبالي يجي بابا، لأن مش عارف إمتى راح يجي. فيش. شوف هون. ما في كمان. صراحة اليوم ما بتوقع بابا يلاقيها للغرفة، ما بتوقع، لأن موضوع ما تفكروا سهل، موضوع صعب. فوت GTA يا جماعة، خلينا نجيب شي ناكله. بتجنني هذا والله. اكيد هون عملها يا ولد. هو عاملة أعطيك تلميح؟ لحد ما الحمار أخي هاشم بيعطيه تلميح. هذا مش تلميح يا طبل. هو عاملة برا البيت، برات البيت. يعني بالبيت مو عامل شيء. اكيد عملها برات البيت، اكيد بالارض. شو بدي أعمل؟
وبدأ يبحث بالأرض. عم مستحيل، شو عم تعمل انت؟ مايك مش لابس منيح، اعذروني. مو برا، بدي كسرها على روسيكم هذه. انا معلم. مين عامل هون هذه؟ اكيد حيك. ها؟ لا شو دخل مشت؟ جيت من الستيشن، مليت، بدي اطلع بس بدي اعرف بابا وين صار. مستحيل، هون مستحيل، ما في هون. على الارض هيك اذا اكيد عاملين هون. عم بقول لك مش عاملين بالارض ولا شيء. هاي روح لمكان ثاني. بابا والله سمح، والله سمح. شوف ما حفرين شيء، خلاص هي روح من هون بعد من هون. وبيقرب أكثر. هذول شو هذول؟ من وين جايبين هذول؟ بس هذول شو عاملين هذول الصواريخ. ما دخلنا هذول اللي كانوا هون. هون يعني حفرين هون، شو حفرين هون؟ ولا شيء ولا شيء. قالوا ما في شيء هون. بس ما لا. ايش في؟ ما عاش في. شلت التحدي يعني؟ خلص سبت التحدي انت. خذوها قاعدة يا جماعة، ما في شيء بيكتمل مع البني آدم. شو في؟ زي هيك ثواني، شو في والله. هدي هدي. ما في شيء. ما في شيء والله. شو هذا؟ ولا شيء، بكون خشبي او شيء. هذا خشبي هيك؟ زي هيك شو هذا؟ هذا هي. بكره رجع لعند مكان الغرفة، كاركني انت من هذا وبيلقطني وشغل الشهرين بضيع على الفاضي. خليني اقول لك شغله بس بدي خليك هون. يلا لا روح زين يلا. هذه ثاني ليله كمان هون. يلا اسمعني يا بابا. او شو دخل طفل؟ حرم رجلكم على عظمكم انتم خيا. خلاص روح ما تقفلها. اقفلها وخلاص روح. انا بعلمك روح. خلاص روح. حرام والله حرام، قفلت عليه. حرم جلدك عن عظمك انت. سبحطك هون كمان. ها لا انا عم جاي عم بصور. يلا تعال والله. طيب يا بابا والله ما بصير هيك. طب انت قايل له شيء يعني، قايل له شيء؟ صرنا عم نشتغل عليها شهرين، اخ جيت لمح له. اللي ما بيعرف يا جماعة، أنا كنت باني هاي الغرفة بغاية إنها تكون خزان لبابا، مشان إذا لقطت يكون في شي سامحني عليه. بس بابا ما كان عم يسمع مني، وبعد ما انحبسنا ما يقارب الساعتين. بس بدي اقول لك شغله بابا. اسمعني بس بابا، خليني بس بدي اقول لك شغله. اسمعني بس اسمعني. انا هاي وقت ما صممت تصميم خزان، والله مو غرفه. خزان شو هي؟ خزان شو؟ مشان ما عندك زرع هون كان. ليش تسوى هذا للزرع؟ كل شيء كان تصميم خزان. هات لشوف كان اذا مضبوط مسامح، اذا مش مضبوط والله بدي اسنك الاثنين. هات لشوف انا بعلمك. والله غرفه تعرف شو هيك لكان. ولا اكيد مش حاطط ولا مسمار فيها ولا مسمار. شوف دق. ابدا. الله يعطيك العافيه والله. يلا اعطيني بوسي. تمام خلص اذا هيك الله يعطيك العافيه. خلاص هيك الله يخليني اياكم ان شاء الله. تعمل لي خزان ثاني لكان. يلا نصيحتي لكم لا تسوي شيء يغضب أهلكم، والنصيحة الثانية اشتركوا مشان نوصل 10 مليون، لأنضل أقل من مليون لنوصل. يلا.